خليني أقول لك حاجة في الأول. المشكلة مش إن البرامج والأدوات صعبة، المشكلة إن إحنا بنتعلمها بطريقة غلط. لو حسيت قبل كده إن أنت بتبتدي متحمس وبعد شوية تتلخبط وتسيب الأداة، الفيديو ده معمول عشانك. النهاردة هشارك معاك نظام من 5 خطوات تقدر تستخدمه مع أي برنامج أو أداة من غير لخبطة ولا ضغط. أغلبنا لما بيحب يتعلم برنامج أو أداة جديدة بيعمل إيه؟ يفتح اليوتيوب ويكتب اسم البرنامج ويغرق في بلاي ليست طويلة. بعد شوية بتلاقي معلومات كتير وزراير كتير وبعدين تحس إنك تايه، وده طبيعي لأنك بتحاول تتعلم البرنامج كله مش اللي أنت محتاجه دلوقتي. عشان كده أنا بمشي بسيستم ثابت مش بيتغير مهما اتغيرت الأداة أو البرنامج. سيستم من 5 خطوات لو مشيت عليهم بالترتيب أي برنامج أو أداة هتبقى أبسط بكتير. أول خطوة، اسأل نفسك سؤال واحد: ايه النتيجة النهائية اللي انا عايز اوصل لها؟ مش عايز اتعلم البرنامج ده، بس عايز اطلع بايه من البرنامج ده. مثلا فيديو بسيط، تصميم بوست او تعديل صورة. لما النتيجة بتبقى واضحة الأداة نفسها بتصغر. تاني خطوة، مش محتاج تتعلم كل حاجة. اسأل نفسك اقل كام حاجة في البرنامج او الأداة دي تخليني اوصل للنتيجة اللي انا عايزها. اي حاجة غير كده سيبها دلوقتي. مش معناها انك مش هتتعلمها، بس مش دلوقتي. تالت خطوة، اختار مشروع واحد صغير، مش تدريب ومش مثال ومش متابعة فيديو، إنما مشروع حقيقي حتى لو بسيط، لأن التعلم الحقيقي بيحصل وإنت بتشتغل مش وإنت بتتفرج. رابع خطوة، دلوقتي بس روح دور على شرح، لكن مع فرق مهم: مش علشان تتعلم، لكن عشان تحل مشكلة قابلتك وإنت شغال على البرنامج أو الأداة. هتلاقي الإجابة تظهر لك على قد المشكلة مش أكتر. آخر خطوة ودي معظم الناس بيتجاهلها، بعد ما تخلص اسأل نفسك الأسئلة دي: إيه اللي كان سهل؟ وإيه اللي كان صعب؟ وإيه اللي أنا اتعلمته بجد؟ الأسئلة اللي زي دي بتثبت المعلومات. أنا اشتغلت على برامج وأدوات كتير وكل شوية في حاجات جديدة بتظهر، لكن اللي ثابت مش البرنامج والأداة، اللي ثابت السيستم. جرب السيستم ده على أي أداة أنت حابب تتعلمها واكتب لي في الكومنتات اسم الأداة. في الفيديو الجاي هنطبق عملي. أشوفكم هناك.